محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد مغيمة سفهاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع ذكري إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ترجم المؤلف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: هلاك أمتي على يدي غضمة أو غيلمة من قريش وسفهاء، في بعض الروايات من قريش. ويروي من طريق موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي. هذا إسناد أموي يرويه أموي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان بن الحكم. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والصادق وصدقه الله تبارك وتعالى في كل ما يخبره به، فإن رسول الله صادق، وما أوحاه الله إليه كله صدق، ومن أصدق من الله فيها. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. هو صادق عليه الصلاة والسلام، لم يعرف عنه كذب لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى عرف عند أعدائه بأنه الأمين عليه الصلاة والسلام الصادق. ولما صعد الصفا قال: نادى قريشا بطنا قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن من وراء هذا الجبل حيدا، يعني عدو، أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذبة. وهم أشد أعدائه قال هذا الكلام، ويتحول الفرص لتكذيبه، ولكن لم يستطيعوا إلا أن يقولوا هذا: ما جربنا عليك الكذبة عليه الصلاة والسلام.
قال هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. هذا في نفس الحديث نفسه في قريش عليه الصلاة والسلام. قريش عشيرة، وقال عليه الصلاة والسلام الخلافة في قريش، وقد أخبره الله أنه ستكون فتن يعني تهلك الأمة على يد هذه الفئة. ومع ذلك رسول الله يأمر بالطاعة ويحذر من الخروج ويأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ تربية على الذل والعمالة كما يقول أعداء هذا المنهج والخوارج الغلاة، أو أنه مراعاة للمصالح والمفاسد؟ والله إنها مراعاة لمصلحة هذه الأمة ودفعا للمفاسد عنها، لأن الحاكم المنحرف مهما بلغ من الفساد لا يصل إلى الفساد العريض الطويل الذي ينشأ عن الخروج والفوضى بارك الله فيكم التي تراق فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض. ويسود الفساد والانحلال ويكثر الجشع والنهب والسلب والمفاسد التي لا تنتهي، التي ترى في البلدان التي تقع فيها الفوضى والفتن بسقوط حكامهم ولو كانوا جائرين فاسدين. فالرسول يأمر بطاعتهم مهما بلغوا من الظلم والشر ما داموا يقيمون الصلاة. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، أخبر عن فتنتهم وانحرافهم والمنكرات التي تقع على أيديهم، ثم يستدعون هل نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيهم الصلاة. ويبايعهم على الطاعة، على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر وفي اليسر وفي حال الأثرة، وأن لا ينازع الأمر أهله حتى متى؟ حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. كفر واضح 100% لا مرد له ولا مجد له ولا مصاغة للتأويلات فيه. وهنا أخبر أن الأمة تقع في هلاك على يد هؤلاء الغلة، وهم بني أمية ومن غيرهم، كذلك وقع في عهد العباس ووقع في عهد غيرهم وغير أهل هذه الفتنة. قال مرة لما سمع هذا الحديث لعنهم الله ظلما، قال أبو هريرة نعم ولو شئت وذكرت أسماءهم، شئت أن أقول بني فلان وبني فلان. أبو هريرة يعرف أعيانهم وأسماءهم وأسماء آبائهم. كيف يعرف هذا؟ عن طريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتب أسماء المنافقين ولا يشيعهم على المنابر ويؤلب عليهم على المنابر، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. كان يخبر من يعتقد فيه أنه أشد الناس في كتمان سره، فيخبر حذيفة فقط بأسماء بعض المنافقين لا كلهم. لماذا؟ دفعا للفتن عليه الصلاة والسلام. وأيضا إنه كما وصف ربه ذو خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه أسوة، لنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. وهنا يسل إلى أبي هريرة أسماء هؤلاء الذين استهلك الأمة على أيديهم، ولو شاء لصعد على المنبر وقال يعني سيأتيكم بني فلان وبني فلان وهم حملة الفتنة وإلى آخره. لكن الرسول أسر هذا إلى من؟ إلى أبي هريرة. عرف أبا هريرة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة
لم يبح بهذا السر، إما لأن رسول الله استخدمه، وإما خوفا من الفتنة كما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الابتعاد بالأمة عن الفتن. وقد حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله وعاءين، أما وعاء فقد بثثته فيكم، يعني العلم الذي طرحه أبو هريرة في الأمة في العقائد والأحكام والحلال والوعد والوعيد والترغيب والترهيب وإلى آخره في كل مجال. تجد أبو هريرة أكثر الناس حديثا في كل باب، وهو حافظ الصحابة رضي الله عنهم، فإنه انقطع إلى تحصيل علم كما شأن في التجارة في الزراعة، وما له هم إلا تحصيل علم رضي الله عنه. فحفظ أنه رسول وعائين، أما أحد الوعائين فبثه في الناس، وأما الآخر قال: فلو بثثته فيكم لقطع مني هذا البدعوم، يعني يقتل ولا يقتل إلا فتنة عمياء صماء لا تناله وحده، إنما تنال الأمة رضي الله عنه. ففيه أن ما كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، فإن من العلم ما لو قلته للناس فترتب عليه ضرر، فهذا لا يجوز نشره، يعني يضر بالناس. هذا غير الأحكام والحلال والحرام والعقائد. في الأمور السياسية مثلا التي يعني لا ينقص الأمة الجهل به ولا يضر بها، مثل جهل أسماء هؤلاء وجهل فتنتهم ما ينقص به شيء ولا يضر الأمة، بل بثه هو الذي يضر الأمة. مثل ذلك يعني حديث أبو هريرة نفسه لما كان يصل بين ظهرانهم إذ خرج فجأة وذهب إلى مكان ما، وخشي عليه أصحابه أن يقتطع فركضوا وراءه. هو كان أول من سبقهم إلى الرسول هو أبو هريرة رضي الله عنه، وجده في البستان وليس له باب، أو يعني فاجأه أنه ما له طريق إلا يعني ربيع يدخل فيه في البستان، فتحفز كما يتحفز الثعلب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وجد قد توضأ وجلس على بئر ودل ساقيه فيها عليه الصلاة والسلام، فجاء ثم قال في نفسه إنه سيكون بوابا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ نعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الرسول خذنا علي هذا ويذهب. قال: ما جاء به؟ قال: يا رسول الله خويت مع الجماعة ومشينا عن القطاع فاعتدأت وتحت كما احتجز فأدب ودخلت من هذا الربيع، يعني جدول صغير بئر خارج البستان، ثم تسقى من البستان ويدخل، يعني فدخل من هذا الربيع. قال: فاتحفظت كما احتفظت فأدب ودخلت يا رسول الله. قال: خذنا علي هذين، فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فذهب فلقي أبا بكر أول ما لقي، فقال له: إن رسول هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أبشر من ألقاه أن يشهد أن لا إله إلا الله بأن يدخل الجنة. سكت أبو بكر ودخل. جاء عمر رضي الله عنه وقال: هذا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. ماذا فعل عمر؟ دفعه في صدره حتى وقع اسمه، دفع عنيفا. ليش يقول هذا الكلام؟ من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه يؤدي إلى الاتكال وإلى تضييع الأمل. فرجع يبكي أجهش بالبكاء. ماذا يبكي يا غيره؟ قال عمر لما قلت له إن رسول الله يقول بشر من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، دفعني حتى سقطت على اسمه.
فجاء قال لماذا فعلت هذا عمر؟ قال يا رسول الله دع الناس يعملون، دع الناس يعملون لا يتكلوا. قال رسول الله دعهم. قال رسول الله دعهم لا تبشرهم يعني يتكلون. بارك الله فيك. هذا من حكمة الرسول وإلهام الله لعمر الملهم المحدث رضي الله عنه. كان يأتي القرآن بموافقته والرسول يوافق في بعض الاقتراحات. لماذا؟ لأنه محدث والرسول لا يرد حقه كائن مكان، حتى لو جاءه من الشيطان أو من يهودي، فضلا عن الصحابة وضع عن كبارهم وعظمائهم كعمر، فما كان يرد حقا أبدا. فعلينا أن نتواضع أيضا وأن نقبل الحق مهما كان مصدره ولا نرده على أحد. وبعض الناس يقولون يتكل على هذه القصص ويقول نقبل الحق ويذهبون يدرسون من كتب الروافض والعلمانيين وأهل البدع. لا، إذا قال مبتدع قال كافر كلمة حق ما تقول هذا باطل، ما يجوز. لكن الذي يسمعنا أنك تبلغ عليه وعلى كتبه فهم هذا. فإن المغالطات الحزبية أهل الفتن أنهم يجرونك على كتب أهل البدع والضلال وأهل الفتن بمثل هذا، وهم كذابون مغالطون. معنى هذا ليس معنى أننا نروح نتعلم وندرس في كتب أهل البدع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونأخذ منهم الحق واضح نجده في كتاب الله، في سنة رسول الله، في كتب السلف، فيها ما يغير عن هذه الكتب الفاسدة الضالة. لكن لو جاءوا مبتدع قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة حق ولا باطل؟ ولا كلمة حق. كيف حدث الناس وقال إن الله تعالى 5 صلوات في اليوم والليل، قل له أنت كذاب؟ ما تقول أنت كذاب، ولا هذا حق، ولا هذا حق. بارك الله فيك. لكن ما ليس معنى أنك تلمذ عليه وتدرس تأخذ من كتبه وتبحث يعني عن الحق خلال أكوام الباطل. يعني الحق قد يكون مخفيا في القمامات والمزابل، قمامات البدع ومزابلها. ليس معنى هذا أن تفعل هذا أبدا. بارك الله فيك. فهمتم هذا؟ فنحن نقبل الحق ولا نرد. الذي يقول الحق والله ما نكذبه، لكن يقول هذا كلام حق، ولكن يقول به الباطل وقد يخبر به الناس، هذا كلام حق ونحن لا نكذب فيه. لكن عنده البدع الفلانية وعنده البدع الفلانية وعنده البدع الفلانية، وفي كتبهم كذا وكذا من الضلال نصح للناس. بارك الله فيك. هذا يحصل في التوراة والإنجيل قد يجد حقا، لكن هل بشرنا أن نروح نبحث عن الحق في التوراة والإنجيل وفي كتب اليهود والنصارى المحرفة؟ لا. ولهذا لما جاء عمر بكتاب قد استكتبه من التوراة أو من الإنجيل وهي حق، ما هي باطل، مستحيل أن يأخذ عمر باطل هذا الكتاب، هذا حقا. فأنكر له رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنكر له هذا الأمر وقال أبو تهويكم أبو الخطاب والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فذهب ولا كان حقا. لكن لا ينبغي عندك القرآن يا أخي يغنيك، القرآن يغنيك، السنة تغنيك، علوم السلف تغنيك. ونحن ما أخذنا بكتب السلف، ولو أفنينا أعمارنا ما أفنيناها ولا انتهينا منها ولا انتهينا من الحق الموجود فيها. فنحن في غنى ورزق والحمد لله، ولسنا بحاجة للاستفادة من كل كتب أهل الضلال، فإن السلف قد حذروا منها أشد التحذير. الشاهد من هذا أن كما يقال ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما عندك تدخل الناس في كلام. يعني يجب أن يفكر العاقل قبل أن يتكلم، هل يفيد الناس بهذا الكلام؟ هل يفيد إخوانه بالله ويفيد دعوته، أو يترتب على كلامه ضرر؟ إذا كان يترتب على كلامه ضرر ولو كان يرى أنه حق فلا يجوز أن يقول هذا. أنا قلت لبعض الناس
والذين يرى رأيا ويرى أنه حق ويسعى في نشره ويخالف ويوالي ويعادي من أجله ويفرق الناس به. وتقول يا أخي لو فرضنا أن عندك رأي ترى أنه حق، سألت فلان من العلماء قال حق، لكن ترى أن له ضرر وصار آثار سيئة، وهو ما هو نص من كلام الله ولا من كلام الرسول ولا إنما يفكر عليك فتنة وفرقة. فلا يجوز لك الحماية حماية للأمة من التفرق والتصدع والفتن. وإذا كان سلفيا حماية لإخوانه السلفيين من التفرق والتصدع. وجاء هذا أن الرسول يعني أراد أن يهدم الكعبة، عرف أن قريشا لما بنوا الكعبة ما بنوا على قواعد إبراهيم، تركوا جزءا منها. فالرسول يحب أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم، لكن خشي أن تحصل فتنة. هذا عمل عظيم وهذا حق بارك الله فيك. لكن الرسول لما رأى أن هذا العمل يترتب عليه فتنة وقريش حديث عهد وهم يعظمون الكعبة وأي تصرف فيها قد يؤدي إلى ردة فيها، فتوقف عليه الصلاة والسلام. فنحن نتعجب منه من تصرفاته ومواقفه وحكمته عليه الصلاة والسلام ودرئه للمفاسد وجلبه للمصالح لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. ونستفيد من هذه التصرفات العظيمة ونتفقه فيها بارك الله فيكم. كذلك ما كان يقتل بعض المنافقين ولم يقتل القيصر. لماذا؟ إذا مقصده قد يستغل الأعداء هذا التصرف من الرسول قتل بعض المنافقين فيستغله ويشيع في الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وقد يعلم أن هذا منافق وأنه يعمل ضد الرسول، ولكن أهل الدعاية والإشاعات دائما يكذبون ويلبسون على الناس. فالرسول الحكيم البعيد النظر عليه الصلاة والسلام لما يقال ألا أضربه يا رسول الله، ألا أضربه بالسيف، ألا أقتله إنه منافق، يقول لا دع، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فتفقهوا يا إخوة في هذا المنهج بارك الله فيكم، وانشروا ما ينفع الناس. وإذا رأيت شيء خلاف النصوص بلغها يقول لك فقهها للناس. لكن بعض الآراء كثيرة الآن، آراء كثيرة بارك الله فيكم. وبعض الآراء قد يفرق إخوانك فتلقوا، بعض الأعمال قد يفرق قد ينام السلف فتلقوا بارك الله فيكم. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه بلغ هذا الحديث ويعلم أن من يتحدث عنهم من أسرة مروان، يعني مروان بل يزيد منهم، فإن يزيد قالوا كانوا كما رأوت وقتل يعني أهل مدينة في وقعة الحرة وفعل أفعال شنيعة، وإن كانوا خرجوا عليه. خروج هؤلاء عليهم حرام وتسببوا في هذه الفتنة وعارضهم الصحابة. يزيد وإن كان فاسقا وإن كان لا يستحق الخلافة، لكن تمت له البيعة، فكان عبد الله بن عمر وغيره يرون أنه لا يجوز الخروج عليه، وأن من خرج عليه فقد نكث البيعة، وأنه غادر، وأنه وقع في عمل من أعمال جاهلية، وأن الله يفضح هذا الغادر يوم القيامة فينصب عند استه لواء فيقال هذه غدرة فلان. كل هذا الأجر الدين وإن كان فاسقا. ليه؟ لحماية الأمم من الضياع والفتن. ماذا ترتب على الخروج على يزيد؟ ترتب عليه من الفتن والشرور ما لا يعلم الله عز وجل، وما يستطيع الإنسان أن يحكي ما حصل. وكان الصحابة الفقهاء يعرفون ما حال به تماما، ولكن يرون بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم
أنه لا يجوز الخروج عليه. حتى كان ابن عبد الله بن عمر يقول لأهل بيته، يقول من نكث بيئة يزيد فلن أكلمه أبدا، ويشدد عليه. وزجر عبد الله بن مطيع الذي كان يتزعم يعني المهاجرين للخروج عليه، نصحه وزجره وروى الحديث في ذلك رضي الله عنه. فهو من هؤلاء الذين قال هلاك أمتي على يدي غيرهم من قريش، فإنه كان شابا وكان يعزل الكبار ويعزل ويولي بدلهم الشباب، وكان الآن أهل الفتن يفتن الشباب والنساء والشباب، لأن هذا ينقادون الفتن ويتصارعون إليها. وأما الإسلام يهتم بالعقلاء الكبار، وقد يكون في الصغار، وهذا يندر جدا من يصل إلى مرتبة العقلاء الكبار، وهذا يقدمه الرسول مثل عبد الله هذا عتاب بن أسيد، والله رسولات مكة وهو ابن 20 سنة، لكنه بعضهم عمره 20 سنة وهو في العقل بارك الله فيك والثبات والحكمة يفوق أبناء السبعين. فمن توفى في هذا الخطاب وهم نادرون جدا يعطى ما يعطى العقلاء الكبار. كذلك عمر كان يدخل عبد الله بن عباس في الشورى وهو صغير السن، قالوا لعمر كيف تدخل هذا في مجلسنا وفي أبنائنا، من هو مثله من وظيفني؟ قال إنه من قد علم. ثم عرض عليه دعاه يوما فعلم ابن عباس أنه ما دعاه إلا بشيء، فقال ما معنى قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الفتح ورئيس الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة. فسألهم بعضهم قال أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن إذا فتحوا إلى رسوله يعني أن يستغفر ويتوب إلى الله. قال ما تقول؟ قال أقول غير هذا، أقول إن هذا ما يرسل الله عليه الصلاة والسلام، ما يرسل الله أن إذا فتحوا جاء أهل أجل. قال لا أعرف منها إلا هذا فقه ابن عباس. فإذا كان الشاب وهذا أنظم النازل من هذا الطراز فلا بأس. وأما الأمور تصل إلى الكبار والأتباع، ولهذا علامة الساعة أن توسد الأمور إلى غير أهلها. إذا وسدت الأمور غير فانتظر الساعة، وغالبا ما يكون الشباب غير أحكاء للأمور المهمة، يعني يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى وقت. بارك الله فيكم. ولهذا أكثر الأنبياء ذكرهم الله في سن 40 بارك الله فيكم. ما نبدأ والله أعلم قبل 40 إلا يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. كيف الأنبياء كلهم أبناء 40 لما بلغ أشده والشراء آتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 ويربع سيدنا 40 أبن أكثر عليهم الصلاة والسلام، وهم أرشد الناس من صغرهم، من صغرهم أرشد الناس. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا بعالم، ومع ذلك ما بعثه الله إلا بعد سن معين. شاهد إن الحديث هذا فيه دروس يجب أن نتعلمها منه ومن غيره. الرسول أخبر عن هؤلاء وأنهم يهلكون الناس، هل قال رسول عليهم تخلصوا منهم إنهم يهلكونكم؟ لا. الحديث الأخرى تبين لنا أن الرسول يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء، يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء، ولا يجيز لنا الخروج. ومن خرج من بيئة هؤلاء مات ميتة الجاهلية، لأنه فارق الجماعة وتسبب في سفك دمائها وانتهاك أعراضها وعرضها الفشل وجعلها يعني طعمة لأعداء الله. فإن بالخروج والثورات الفتن تضعف الأمة فيطمع فيها أعداؤها فيستعبدونهم ويحصلون أوطانهم كما حصل للأمة نتيجة للتفرق والتنازل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على السنة والهدى، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن ربنا يسمع الدعاء.
رجل بعض العلماء يبدعه وبعضهم لا يبدعه، إن كان بعض الطلاب يتبع من لا يبدعه فليجوز لي أن أنكر عليه. هذا من الفتن الموجودة الآن، هذا من الفتن الموجودة الآن على الساحة وقد طالت رغم أن كثير من الشباب يعرفون الحق بارك الله فيك، وأنه لا يشترط فيه تبديع أحد أو الجرح فيه الإجماع، بل يكتفى في الرجل تبديل الشريك جرح والتعديل. فإذا جرحه جماعة وبدعوه هذا يكفي المسلم الطالب الحق، يكفي. أما صاحب الهوى فلا يكفي شيء ويتعلق بالبيوت عن حدوده. فناس قد ما علموا هذا الجرح مشغولين إذا درسوا وعرفوا أن هذا مجروح، بس هذا الجرح إنه كذاب فقد العدالة، وأنه يطعن في العلماء، وأنه يؤصل أصولا فاسدة بمماهبة النبي السلفي وآله، عرفوا هذا كله. وبعد النص الذي لا يلزمه نصحوا وبينوا أباء هذا الإنسان، فاضطروا إلى تبديله. ما هو العذر لمن يبقى هكذا يتعلق بخيوط العنكبوت؟ والله فلا زكى، والله ما أجمع على تبديله. الذين ما بدعوه يقسموا الناس ما درسوه معذورون، وناس درسوه الغاصون الباطل، ناس درسوه وعرفوا ماذا عندهم الباطل وأبوا إلا المحاماة عن هذا المبطل المسلم. هذا لا قيمة له، والساكتون لا حجة في سكوتهم، والذين جرحوا وبينوا ما في هذا الإنسان من الجرح يجب على المنصف أن يأخذ الحجة معهم، حجة معهم، وليس لمن يتعلق بها بخيوط العنكبوت التي أشار إليها ليس له أي عذر أمام الله عز وجل. بارك الله. لكن هؤلاء الأوغاد وهم طيب مرحبا، أنا على موعد يا أخوة، وأقول لكم هذا آخر درس إلا يوم الجمعة من كل سنة، والجمعة أهلا هذا الكلام الغرام وصل الروس. بارك الله. وهذا الليلة آخر درس يا إخوة، كان مفروض أن نوقف في نهاية الأمر، فأستمع معكم، لكن أنا أفضل والله. بارك الله. فيوم الجمعة كل يوم أفهم لكم على المسائل، والله ما بدي نتوقف، والله بدي أسكن، لكن لا يكلف الله نفسه، فربما المسائل التي يدور يحرم عليه أن يوقع نفسه فيما يضر. فبارك الله فيكم، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم، وأن يرزقنا وإياكم من النافع والعمل الصالح، وأوصيكم بتقوى الله والإخلاص له والتآخي فيما بينكم والتراحم والتعاطف والتجاور والسعي جاد في تحقيق الأخوة وبذل أسبابها والابتعاد عما يسبب، والحكمة الصبر. نسأل الله أن يحقق بنا وبكم كل خير ينفع الإسلام والمسلمين. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة. هاتف رقم 071-30-97-03. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.